ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو انا عملته. انا دلوقتي فين؟ انا في اسكندريه في احلى مكان انا بحبه. رحت كده شارع نبي دانيال، والدنيا كانت بتمطر وكانت المطره فظيعه، بس الجو يعني كان كويس، يعني الجو ما كانش وحش، كانش برد، الجو كان كويس. فقلت بقى اتمشى كده في اسكندريه في شوارع نبي دانيال واخدكم معايا، وانتوا عارفين ان انا باخدكم في كل حته في كل جولاتي. ودول بقى الناس اللي هم فارشين على الارض، اللي هم بيبيعوا الكتب والحاجات دي كلها. اصلا محل الشارع ده مشهور بالناس اللي هم بيبيعوا الكتب النادرة، واي حد عايز كتاب ولا اي حد عايز اي حاجة اللي هو عند الناس في الشارع ده. وبقى لقيت قدامي المحل ده، محل عجبني جدا ده. ده محل فاروق في وش المعهد الفرنسي. لقيت عنده الاسعار حلوه جدا والخامات كمان، وهو وكم محل بس في الشارع اللي كانوا فاتحين بسبب المطره. يلا بينا كده بقى نبدا الفيديو ونشوف مع بعض. بس قبل ما نبدا بقى يا جماعه، قولولي بقى انتوا بتتابعوني من انهي بلد، واكتبولي تحت في الكومنتات علشان نرحب ببعض. احنا كده بقى شارع النبي دانيال زي ما قلت لكم يا جماعه. الشارع ده اصلا الشارع اللي هو الشوارع الاثريه اللي بيجي سياح والكلام ده كله، فاهمني؟ مشهور جدا الشارع، يعني حتى بصوا شوفوا السياح برضو في الشتاء. الشارع ده بقى في الصيف بيكون زحمه جدا جدا جدا. بصوا الشارع عامل ازاي، والتكسير بتاع اسكندريه اللي انا بحبه. في هنا مدرسة، وفي زي متحف صغير، والناس اللي هم الفارشين الكتب اللي هي الأثرية والحاجات دي كلها. بصوا كل ده عشان كانت بس الدنيا بتمطر، فهم مغطين الكتب بتاعته. كل دي اللي على اليمين دي كلها محلات كتب صغيرة كده يا جماعة. كل دول كانوا فارشين. زي ما قلت لكم الدنيا بس كانت بتمطر، فكنتش عارفة اصور قوي يعني بسبب المطرة. بس هو الجو يعني كان كويس، يعني الجو هو اللي كان معقول، بس المطرة كانت كتيرة جدا. بصوا بقى لقيت قدامي بقى زي ما قلت لكم محل اللي على اليمين اللي هو محلات فاروق ده من المعهد الفرنسي. لقيت بقى عنده حاجات ب85 وحاجات ب65 والكلام ده كله، بس عجبتني يعني والخامة بتاعتها لقيتها حلوة. بصوا السويت شيرت ده كان ب85 جنيه، في منه ألوان وأشكال كتير. البلوفر ده برضه حلو، بلوفر عملي يعني. بشوف شباب كتير لابساه. المحل ده أطفالي وشبابي وأولادي، مش حريمي يا جماعة. بصوا الجواكت دي برضو، البوكليتات ده اسمه بوكليت ده برضو لفت نظر ان هو حلو، في منه الوان كتير برضو، بس كان جميل. واحلى حاجة عندهم ان هم بيفصلوا يعني. المحل عجبني، دي الفرشة اللي هم كانوا فرشينها من بره المحل. وعندهم برضو بناطيل والخامة بتاعتهم جميلة. هم عندهم اكتر من محل، ده المحل المشهور فيهم يعني اللي في شارع النبي دانيال. دي البناطيل كان ب135، وعنده كمان بناطيل ب100، في بناطيل ب80. لسه دول اللي هم 80 دول قلتلكم عليها، اللي هي القماش الموجودين دي برضه بناطيل عملية. قول عشان ما تزعلش. ده سعره قد ايه؟ ده 150. ده والجاكيت دوت ب 225. دوت احسبه لك 190. جاكيت جينز 400. البيسبول احسبه لك 320. 320. البناطيل دي دي ب 80. ايوه ده كمان 80 برضه، هي حته من هنا كده 80. كده هتدفعي ياما او انت كده. الله جاب، الله خد عليه العوض. طب والحاجات اللي فوق دي سريع كده؟ كده 500 450 على حسب. الحاجات اللي هي ب500 و450 و400 اللي فوق دي يا جماعة، دي حاجات تركي مستوردة، تركي مستوردة مش مصري.
انا سألت وشفت الخامة تركي مستوردة مش مصر. يعني هي في اكتر من حاجة عجبتني الصراحة، يعني الحاجات اللي جوه كلها، اللي جوه في المحل دي حاجات مستوردة. زي ما قلت لكم في حاجات ب200 وفي حاجات ب300 وفي حاجات ب400 وفي اطفالي كمان. الحاجات دي كلها مستوردة يا جماعة. بس انا حبيت يعني ايه اعرفكم المحل برضو، علشان اللي حابب حاجة ياخدها سكرين شوت ويشوفها من عندهم هناك. هما كمان يعني الناس بتعمل خصم كويس. انتوا اول ما تقولوا لهم ان انا من القناه، قولوا لهم يعني ان انتوا متابعين القناه، هما هيعملوا معاكم خصم كويس. انا يا جماعه ما بروحش الاماكن غير الاماكن اللي انا بكون عارفه ان هي بتعمل خصم. الجاكيت المنفوخ ده بكام؟ شغل 350. 350. ما قلتليش برضه اسم المحل ايه؟ 350 محلات فاروق في وش مدرسة الرهبان. في وش المعهد الفرنسي. يا ابني ده معهد. يا ابني انا اخد على الوقفة فوق اقعد ساكت. والجاكيت القط ده سيفتي ده 185. ده بيعمل 175. 200. ما حدش بس يقول ان حاجتهم غاليه والكلام ده كله. انا عرفتكم يا جماعه ان اغلب الحاجه اللي جوه يعني يعتبر كلها مستورده، وهي مش غاليه. يعني حاجات ب150 وحاجات ب200 و300، اقصى حاجه فيهم كانت ب500 جنيه. وبكده نكون وصلنا نهايه الفيديو. ما تنسوش بقى ايه الاشتراك في القناه وعمل اللايك الجميل بتاعكم، واكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا بتتابعوني من انهي بلد. بحبكم كلكم.